ابنك وبنتك مش بيبعدوا عنك عشان كبروا. للأسف ابنك وبنتك بيبعدوا عنك عشان لقوا البديل. ركز معايا وافهم ايه وجهة نظري في الموضوع. عايز اسألك سؤال، انت تعرف ابنك او بنتك لما بيكونوا قاعدين في الأوضة وقافلين الباب عليهم وبيرغوا مع مين؟ للأسف. ليه بقى؟ عشان غابت فكرة الرقيب. ساعات كتير قوي ببقى ماشي في الشارع بالليل في اوقات متأخرة جاي من الشغل الساعة 2 و3 بالليل، بلاقي شباب في سن ال 15 وال 16 سواء بنات او ولاد، ومش شرط ان هم بس بيكونوا عرب، بيكونوا بقى ميكس عرب على نمساويين على اوروبيين على جنسيات تانية كتير. فبقعد اسال فين الاب والام؟ دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، إن غاب دور الرقيب. أنا بفتكر زمان إن كان ليا وقت معين أخش فيه البيت، يعني مثلا الساعة 10 كبيرة قوي أخش البيت، ما أتأخرش عن الساعة 10. حتى وأختي برضو الكبيرة كان برضو ما ينفعش إن إحنا كان عندنا حاجات معينة كده ما ينفعش إن إحنا نتعداها أو نتأخر. كان والدي دايما يقول لي أنت بتكلم مين؟ كنت بتكلم في التليفون الأرضي، فكان والدي بيقول لي أنت بتكلم مين؟ كانت أمي الله يديها الصحة كانت دايما تقول لي ما تكلمش الولد ده، ما تكلمش مش عارف مين عشان ده أخلاقه مش كويسة. دور الرقيب ده غاب. بقى الاب والام بيشغلوا حالهم بالشغل ولم الفلوس وسايبين العيال في الشوارع، فالعيال لقت البديل في لمة الصحاب، وبيتلم على ناس كتير ممكن يكونوا اساسا مش تربيتهم كويسه واخلاقهم كويسه، فالعيال بتتجه للمخدرات. فبتبتدي فكره ان الاولاد دلوقتي بقى يروحوا للمخدرات وبيجربوا مخدرات. ممكن واحد يكون شخص او ولد او بنت مش كويس واخلاقه مش كويسه، فيقول له جرب دي خد دي. فالعيال بقت لقت البديل من رقيب البيت، ان عدم رقابه البيت وعدم وجود الاب والام في حياه الاولاد، حتى ان هم ما بقوش عندهم وقت يسمعوا للاولاد ويسمعوا مشاكلهم الشخصيه، فبقت الاولاد تتجه للبديل. خلي بالك على ابنك، خلي بالك على بنتك، اسمع منهم، كلمهم، صاحبهم، عشان ما تجيش في يوم من الايام تقول العيال اتجهت للمخدرات ليه. انا كان في اخت كريمه كده كانت بتكتب لي على الفيديو، والله ولاد العرب هم اللي بوظوا ولاد الاوروبيين. بالعكس والله العظيم، لكل شخص وكل قاعده ليها شواذها. ما ينفعش نقول ان ولاد العرب سيئين ولا ولاد الاوروبيين سيئين. في ولاد اوروبيين ممتازين وفوق الممتازين ودكاتره وظباط وكل حاجه وممتازين ما شاء الله عليهم، وفي برضو ولاد عرب ممتازين جدا دكاتره، وانا اعرف منهم ناس شخصيه دكاتره وما شاء الله الله اكبر عليهم في اعلى المراتب. فما تقولش ان فلان بوظ فلان. هو عدم وجود الرقابه وعدم وجود الاب والام في حياه الاولاد خلى الاولاد تنحرف وتتجه لامور تانية كتير هي اللي وصلتهم كده. فانت الاب والام انت السبب في اللي ولادك وصلوا بيه. صاحب ابنك وبنتك واسمع منهم مهما كانت حجم المشكله، حاول تفهموا الصح من الغلط عشان ما تجيش في يوم من الايام تندم على اللي حصل لهم. سلام.